انشروها انشروها. ادهام يسمعني هو هنا، يسمعني او ما يسمعني. هي بعد جاب الشيخ سيف بعد ما اعرف. المصورين لا تقطعون ولا كلام، غير مبرئين الذمة اي واحد، وغير مبرئ للذمة ما ينشر هاي السالفة. اي العامية لهذا المكان كانت اكو منصة، ما كان اكو بيه الشعر. بديت بالحج وحديت انا احدي دائما بالمناسبات، لا للبيت فقط، وحكي لا للبيت فقط. وقفت على المنصة وحديت. بعد ما حديت بعد 3 أيام اجانا المقطع، حطيت عقال برقبتي كراما للعباس وللحسين سلام الله عليه، وكراما للراحة للهزل. انتشر المقطع على التواصل الاجتماعي، حكت الناس قالوا باك شعر. انا مو شاعر حقيقة، لكن اكتب لي انا الحكي الي. والله بعد ما انتشر المقطع دخل لي واحد ما اعرفه، شمري من اهل الموصل من ربيعه. تحياتي واجلالي لاخويانا شمر، وارفع عقال الشمر راعينا الحوشان، عسى الله يحفظهم ويعزهم ولا يعز عليهم. تقديري واجلال واحترام الشمر، معشين الذيب والله. لكن هذا بدون وعي بدون ثقافة. اليوم كل حمولة تلقى بها شخص تعبان ومخربط، لكن هو الرجل كان يعني ما واعي، يعني ما عنده ثقافة عن آل البيت وكذا، من هالطابع هذا، صورة غير صورة ماخذ عن آل البيت. فانتشر المقطع، دخل لي على التعليقات كتب: ما استحيتوا بالله على شواربكم، واحد يرفع عقال وواحد ينزل عقال، ما خليتوا كرامة حتى للعقال. لو كنتم رجال تعرفون قيمة العقال ما سويتوا هيك. ولو كان سيدنا العباس خوش زلمة ما راحت عياله من ايده. انا رديت عليه لان النقطة علي محسوبة، احترام واجلال للمجتمع. انا مو من حي فلان، انا من بيت فلان. رديت لقيت له: خصمك ابو فاضل وخصمك كل هاشمي علوي. هاي حكايتي له. نمت بعد 12 ساعة اتصل علي، طلعت معلقة هنا رسالة. من علقت الرسالة؟ الهدوء شباب. من علقت الرسالة؟ قعدت الصبح تنوع الساعة 9 الصبح، سلت وجهي بطبيعة الحال، ورثت لي جيجارة، فتحت